بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده بوردة شاشة LCD بتاعت كمبيوتر بتاعت واحد صديق. الشاشة مش شغالة فخلعنا البوردة بتاعت الباور والانفرتر وبوردة الداتا، ونشوف مع بعض كده ايه سبب المشكلة في الشاشة. اول حاجه عندي هنا طبعا باين كده من مظهر المكونات ان مفيش عندنا حاجه ضربه او حاجه متفحمه او حاجه محروقه. نفس الكلام برضو عندنا من البورده من الخلف، مفيش عندنا اي مظهر لاي علامات للتلف. طيب عندنا مفتاح اون اوف، خليه وضع اون واجرب او نشتغل على لمبه سيده، مش هشتغل على ايه، على 220. طيب نتعرف كده سريعا على المكونات بتاعت البورده سريعا كده. دي طبعا بوردة الباور والانفرتر، ده كده طبعا اي سي التقطيع بتاع الباور اهوت. ده كده الموسفيت اللي بياخد اشاره التقطيع من الاي سي ويعمل عندنا تقطيع على الشوبر خارج عندنا جهدين، جهد 12 فولت وجهد 5 فولت. في عندنا ده وده، دي يعتبر كده شوت كده يود، بيحول عندنا التغذيه او الجهد اللي هو اي سي اللي خارج من الشوبر يحوله الى تغذيه دي سي. يروح عندنا بوردة الداتا. بوردة الداتا عندنا بتاخد 12 فولت وبتاخد 5 فولت. بتشغل معانا طبعا كارت التجون وبتشغل معانا البانل. وطبعا دي الواجهه بتاعه الشاشه. في عندنا ليد بيان بينور عندنا لونين، علشان لون يبين ان الشاشه في وضع تشغيل، واللون التاني يبين معايا ان الشاشه مش وصل لها اشاره صوره. طيب وعندي هنا في طبعا حاجه تانية اللي هو الانفرتر بتاع اللمبات الفلوريسنت. بيكون عندي هنا في لمبتين في الشاشه، هما ده سكوت وده سكوت اهوت. بيكون في عندي هنا الدايره بتاعه الانفرتر، بيكون عباره عن اي سي تقطيع وموسفيت. الموسفيت دوت بيشغل عندي هنا المحول بتاع رفع الجهد اللي هو بيعدي 1000 فولت، بيشغل معانا لمبات الفلوريسنت اللي بتدي معانا الاضاءه في الشاشه. دي يعتبر شرح سريع للمكونات. طبعا عندي هنا الانفرتر او الدايره ما بيشتغلش الا بتاخد عندي اشاره تشغيل من بورده الداتا، عشان كده تلاقي عندك هنا اطراف كتير. الحاجه التانية ان في عندنا برضو اطراف في الحاجات ديت، اطراف اللي هي بروتكشن او اطراف حمايه. هتلاقي عندك هنا مجموعه اسلاك كتير. نبص مع بعض كده نظره سريعه على اطراف السوكت او البيانات بتاعه السوكت. اول حاجه فوق خالص اهوت كده جراوند، بعد كده جراوند برضو او ارضي، بعد كده طرفين 5 فولت والسلك الاحمر، بعد كده طرف دي اي ام، طرف اون اوف، طرف فوليوم، طرف 200 دي كانت من الصوت، طرف 12 فولت، طرف بي اي دي. وهنا عندي مكتوب عندي هنا باور اون اف بي ديتكتور، او دي ملخص كلمة فيدباك ديتكتور. يعتبر الطرف دوت خاص عندنا بالحماية. طيب هنوصل كده مع بعض زي ما قلنا، نوصل على تغذية لمبة سيريا ونشوف مع بعض كده. كده وصلت عندي هنا لمبة السيريا على مدخل 220 في المدخل كابل الباور بتاع الشاشة، وأوصل عندي لمبة السيريا عندي هنا في كهرباء. كده وصلت لمبة السيريا. هجيب ملتيمتر. احنا قلنا عندي هنا اتفقنا ان عندي السكين السود دول ارضي او جراوند، والسكين الحمر دول 5 فولت، والسك الجري دوت او الرصاصي دوت هو ال 12 فولت. ملتيمتر وضع قياس كده تغذية واصلة. ده كده 5 فولت اهيت، وده كده 12 فولت. 12 فولت خارجة 16، والخمسة عندي هنا خارجة 4.6. هفصل تاني كده. طبعا عندي هنا ال5 فولت خارجة ناقصة، يبقى كده في عندي مشكلة في ال5 فولت. طيب أول حاجة هتعملها في الحالة دي بتفصل جزء. يعني أول حاجة هفصل عندي هنا بوردة الداتا. في احتمال تكون هي اللي موجودة عندي هنا ال5 فولت. ال5 فولت لازم تبقى خارجة عندي هنا 5 بالظبط، أو حتى 4.9 عشان الجهاز يشتغل. كده فصلت عندي بوردة الداتا، ونشوف كده مع بعض ال5 فولت خرجت مظبوطة ولا برضو خارجة ناقصة زي ما كانت خارجة. هنوصل تاني كده ملتيمتر. هو شغل عندي الكهرباء. نفس الكلام برضو ال5 فولت خارجة ناقصة برضو. هفصل تاني. طيب هفصل الكهرباء خالص كده اهوت، واشوف كده عندي هنا في اي حاجة بتسخن في الجهاز. وطبعا بعد ما افصل الكهرباء على طول ما ينفعش ايدي تلمس المكونات من تحت، لان المكثف ده بيكون شاحن، اي مكثف شاحن
ممكن يعمل لي صعقة. فبالتالي خلي بالي وانا بقى بتحسن المكونات تكون سخنة ولا حاجة. واحد حاجة كده اشوف. طبعا كده الباور يعتبر عندي شغال طالما في عندنا جهد خارج 12 او 5 او اي حاجة خارجة. كده الباور عندي جزء ال 220 شغال. كده اصبح في عندي مشكلة في الخروجات، لكن يعني الدخل كله 220 شغال. اشوف عندي اي حاجة بتسخن عندي هنا في الجهاز. مفيش عندي اي حاجة بتسخن، معنى كده ان في عندي هنا قصور او في عندي حاجة في مشكلة في خط ال5 فولت. هفصل كده اهوت. جيب ملتيمتر وضع قياس الديود ونقيس مع بعض كده. عندي طبعا خروجات اهيت مكتوبة عندي برضو هنا من البوردة من الخلف. دول كده طرفين الارض همت. اول طرفين الارض همت بدول 5 فولت. في عندي شورت اهوت، نقيس من الجنب ده تاني كده اهوت. في شورت ده الارض اهوت، نقيس كده مع بعض خط ال 12 فولت. هيبقى فيه برضو شورت ولا لا؟ خط ال 12 فولت اهو، ما ادانيش اي قراءة. معنى كده ان في عندنا قصور او مشكلة في خط 5 فولت. طب ال 5 فولت عندي خارجة منين؟ نبص مع بعض كده تاني. هنا عند البوردة من فوق زي ما اتفقنا ان عندي هنا ده مسفت الباور، وده كده شوك ديود، وده شوك ديود. طب لو حضرتك مثلا مبتدئ لسه ومش عارف تفرق ما بين الشوك ديود وما بين عندك المسفت بتاع الباور، هتلاقي عندك المسفت يكون متصل في طرف منه متصل مباشرة بالشوبر، والشوبر يكون متصل الجزء الحار متصل مباشرة بالمكثف. يعني بص مع بعض كده اللي هو مسفت الباور اهوت، هتلاقي عند طرف من المسفت اهوت متصل فيه مباشرة بايه؟ برجل من او رجل او طرف من اطراف الشوبر. طرف الشوبر ده 1 2 3 4 اللي هو الجزء الحار اللي هو ده 1 2 3 4، والجزء البارد اللي هو دهوت ناحية المكثفات الكتير دي كده بيكون بقى طبعا مختلف بقى من جهاز لاخر. عندك هنا ده 1 2 3 4 اطراف. طيب الاربع اطراف عندي هنا زي ما قلنا ان هم جهدين او فولتيتين، فولت اللي هو 12 فولت وفولت اللي هو 5 و12. واحد هيكون هيتوحد او يتحول من اي سي لدي سي عن طريق شوك ديود، والتاني هنا يعني واحد من دول 5 والتاني 12 فولت. لو مشيت مع التراك عندي هنا مكتوب عليه 5 فولت همت، النقطتين دول كده همت ماشيين كده اهو. وفي عندنا كلمة اف اهوت، ده كده فيوز اهوت اللي هو الجزء ده كده فيوز اهوت جايب من النقطة دي والنقطة دي. هي لو بصينا كده تلاقي عندك هنا حرف جي جامبر اهوت جايب من هنا، وهنا في كلمة ال ملف اهوت جايب منين؟ الملف ماشي كده اهوت ورايح فين؟ اصبح عندنا كده شوك دوت اللي هو ده اهو كده خاص بايه؟ ب5 فولت. طب شوف ال5 فولت مغذيه عندي هنا ايه؟ هنا في البوردة كده ال5 فولت عندي هنا زي ما قلنا جاي هنا اهيت وماشية كده اهوت ورايحة فين؟ رايحة هنا اهوت اهيت هنا اهو، ورايحة الرجل دي ودي ودي كده. اصبح عندنا ال5 فولت رايحة على الاي سي ده. طبعا الاي سي ده كده اصدقائي ده اي سي صوت. عرفت ازاي انه اي سي صوت؟ عن طريق ان في عندي هنا سوكت اهوت. طبعا مش بتوع السوكت اي حاجة، ولكن عن طريق برضو في عندي هنا جاك 3.5 مللي اللي هو بتاع دخول الصوت، وهنا خروج السماعات. يعني اصبح الشاشة دي عندي هنا يعتبر فيها سماعات، فيها سماعتين. وده طبعا كده يعتبر ده اي سي صوت. ده كده يعتبر اي سي صوت عشان متصل عندنا بالسوكتات دول، متصل عندنا بالجاك اللي هو مدخل صوت للاي سي. طيب اول حاجه نعملها دلوقتي هنا نعمل ايه؟ افك عندي هنا الثلاث ارجل اللي هم خاصين عندنا بتغذيه 5 فولت راح للاي سي دوت. ادي 1 2 3 نشفطهم حتى بالشفاط ونشوف مع بعض كده الشورت هيروح ولا مش هيروح عندي هنا على ال5 فولت اللي هي ايه على ايه البنات بتاعه السوكت. ابتدي اشفط 3 رجلين اللي هم جايين من طرف الموجب. طرف الموجب اهوت ماشي كده اهوت، ادي رجل اهيت، ودي واحده اهي ودي واحده اهي. وممكن بدل ما اشفط لو انا عايز اختصر ممكن اجي من هو اي حته كده اهوت واقطع عندي هنا التراك خالص المسار خالص. يبقى كده فصلت عندي هنا تغذيه الاي سي اللي هو الطرف الموجب عن التغذيه ال5 فولت اللي جايه عندي هنا من ايه؟ من الباور. ولكن يفضل طبعا ان ما اوصل المسار او التراك ونشفط عندنا الرجلين ونشوف كده الشورت راح او ما راحش. كده شفطت التلات رجلين اهمت. اول رجل اهيت اصبحت الرجل حرة اهيت مش ملامسة لمكان اللحام، ودي برضه نفس الفكرة اهيت. والتالتة اهيت هنجيب بقى مليمتر ونقيس مع بعض كده الشورت اللي كان على 5 فولت مع الارض راح ولا لسه موجود. ملتيمتر وضع قياس الديود او الصفارة. كده وضع ديود وضع قياس الصفارة طرف الارض اهوت او الجراوند او الطرفين، ودي كانت طرف ال5 فولت.
كده الشورت يعتبر راح اهوت. نقيس العكس كده اهوت، انا بقيس غلط كده اهوت. كده الشورت راح كده اهوت، الشورت راح. معنى كده ان عندنا سبب الشورت او سبب المشكله عندنا في ال5 فولت هو الاي سي دوت. عايزين نجرب بس الاول البورده ونجرب بورده الشاشه، نشوف كده مع بعض ال5 فولت هتخرج كام. كده وصلت اطراف لمبه السيريا، ودي كده لمبه السيريا اهيت هنوصلها في الكهرباء. نقول بسم الله ونوصل كده، نقيس مع بعض كده خروج ال5 فولت هيبقى كام دلوقتي. كده اول طرف قلنا هو الارضي اهوت، ده 5 فولت اهوت. 5 فولت خرجت عندنا 5.4 اهيت. وال12 فولت هتبقى كام؟ ال12 كانت خارجه كام؟ ال12 كانت خارجه عندنا 16 فولت. نشوف خارجه كام دلوقتي. ال12 فولت خارجه 14 فولت. طيب هفصل الكهرباء تاني واوصل بوردة كده الداتا، ونشوف مع بعض كده لمبه البيان هتنور ولا مش هتنور. كده وصلت بوردة الداتا، ودي كده بوردة الكنترول اللي فيها بريستات وفيها لمبة البيان. هنوصل كده الكهرباء بسم الله ونستنى كده ثواني. كده اللمبة نورت اهيت ازرق. كده المفروض اللمبة تنور كده طفت. كده الشاشة تعتبر اشتغلت. كده الشاشة تعتبر طفت. كده اصبحت الشاشة اشتغلت معانا بدون اي مشكلة. كانت المشكلة عندنا هنا في اي سي الصوت. هنكمل بقى كده فك الاي سي عشان نعرف كده معلومة ليا ولحضراتكم الاي سي رقمه كام. هكمل شفط اي سي الصوت. كده شلت عندي القطعة الألمونيا اللي بتبرد عندي هنا اي سي الصوت، وشفطت عندي كل رجلين اهي بتاع اي سي الصوت. نبص بعد كده همسح عندي هنا السيرمال باست دوت او العجينة الحرارية عشان نشوف مع بعض كده رقم الاي سي كام. رقم الاي سي ظهر اهوت عندي. رقم الاي سي تي بي اي 6021. ده كده رقم اي سي الصوت اللي هو راكب عندنا في البوردة، اللي هو سبب المشكلة عندنا هنا في الشاشة. وكده فكيت عندي الاي سي خالص اهوت من المكان بتاعه. كده احنا شلنا الاي سي خالص سبب المشكلة. ما ينفعش طبعا طالما الاي سي عندنا فيه شورت ما ينفعش اسيبه. لو الاي سي قاطع فقط ممكن اسيبه، ويفضل اني افصل مصدر التغذية اللي راح عندي للاي سي. كده يعتبر عندنا فكينا الاي سي بتاع صوتك عامل مشكلة. ابص عندنا بص يكون في عندنا ريش ولا اي حاجة يعمل عندي تلامس في اللحامات. يبقى احنا عرفنا كده ان سبب مشكلة في الشاشة كان هو اي سي الصوت. نجرب تجربة أخيرة كده عشان نختم الفيديو. كده وصلت الكهرباء اهيت. كده اللمبة نورت ستاند باي. كده وضع تشغيل. هفصل بقى الكهرباء عشان ما ينفعش نسيبها شغالة فترة طويلة، علشان عندي هنا ممكن يحصل أي مشكلة. المكثفات بتاعة إخماد الإشارة بتاعة لمبات الفلورسنت. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو استفادة بسيطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.